السلام عليكم اخوتي ومرحبا بكم في فيديو جديد. من بعد ما هضرنا على كيفاش تصوب البروغرام ديال الماكله بوحديتك بلا كوتش بلا حتى شي واحد، دابا غادي نهضروا على كيفاش تصوب البروغرام ديال لونطريمون بوحديتك بلا حتى شي واحد، يعني بالديتاي، بلا ما تبقى تحماق في جوجل بزاف، بلا ما تبقى تحماق في يوتيوب بزاف. يعني غادي نعطيك كلشي داكشي اللي غتحتاج من الاخر. الا باقي عندكم اي سؤال مرحبا بكم في لي كومونتير، ان شاء الله هاد السلسله هذه اختصاصيه غير الاجابه على الاسئله ديالكم بخصوص الرياضه والماكله. اول حاجه وبلا ما نوصيكم، اللي باقي ما تابوناش يتابونا، خليه يجي من الفيديو وبارطاجيه مع صحابك، واللي باقي ما تفرج في الفيديوهات اللي قبل يدخل يتفرج فيهم من بعد ملي سالي هذا الفيديو. يلا دوز حيد هادشي وخلينا نبداو في الموضوع. دابا كيفاش تصوب البروغرام ديالك؟ اول حاجه قبل ما تبدا في تصوب البروغرام خصك تسول راسك واحد الاسئله اللي هما: اول سؤال خصو تسولو راسك هو الوقت. شحال ديال الوقت عندك؟ واش عندك الوقت بزاف؟ ما عندكش الوقت؟ حيت على حسب الوقت ديالك البروغرام غادي يمشي. الا كانت عندك بزاف ديال الوقت تقدر تمشي مثلا 5 ايام ديال لاصال، 5 ايام زعما في السيمانه لاصال. الا ما عندكش الوقت تقدر تمشي 3 ايام، تقدر تمشي يومين، كل واحد والوقت المتاح ليه اللي يقدر يسخرو ولا يعطيه السبور. ولكن راه كنا عندنا الوقت باش نمشيو لاصال، واخا غير 2 المرات في السيمانه، 3 المرات في السيمانه سوبر كافيين بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الوقت. بالنسبه اللي عندهم الوقت حاجه اخرى. دونك اول حاجه هي خصك تحدد شحال من نهار غادي تمشي فيه لاصال على حسب البروغرام ديالك، القرايه، الخدمه، المهم على حسب الوقت ديالك. تاني سؤال خصك تسول راسك هو ليكسبيريونس اللي عندك مع السبور، ماشي بالضبط لاصال، ماشي بالضبط زعما كمال الاجسام او رفع الاثقال، ولكن مع السبور اون جينيرال. حيت الا كنتي قبل كنتي ديجا كدير واحد النوع ديال السبور، راه كيكون عليك ساهل باش انك دير هاد السبور هادي، ماشي بحال الا كنتي ما عمرك ما درتي شي سبور. فالا كنتي ما عمرك ما درتي شي سبور، من الاحسن السيمانه الاولى غادي تمشي غدير شويه ديال الكارديو 20 دقيقه حتى نص ساعه، ومن بعد غادي دير بما يسمى لي زيتيرمون، غادي تجبد لي ميسكل ديالك كاملين فول بادي. لي زيتيرمون حتى هما ما بين 20 دقيقه حتى نص ساعه، هذه في السيمانه الاولى تقريبا 3 4 المرات. بدا بحال هكا، عاد ديك الساعه تدخل في البروغرام ديال الحديد. هاد السلسله هادي اصلا مخصصه للناس البيجينرز او حتى لي زانترميديير، حتى هما اللي كانوا ديجا فهمتين شويه عندهم شهرين 3 شهور 4 شهور في لاصال، يقدروا حتى هما يستافدوا من هادشي هذا. قلنا على حساب ليكسبيريونس. هنا في هذه المرحله الاولى كنحاولوا نركزوا على لا باز، حيت خصنا نطلعوا واحد لا باز اللي هي صحيحه، اللي غتعاوننا من بعد. الا طلعنا واحد لا باز اللي هي مغشوشه وفيها الغش، فراه من بعد غادي نوحل، ما غاديش نبقى قاعد نزيد لا صحاح لا بني ميوسكل لا نحرق دهون لا حتى شي حاجه، ويولي عندي كل شيء مخربق، وغنبقى انا كما هو انا، ما غنبقاش نشوف ريزولطا. يعني في هذه المرحله ما تحاولش تفورسي على راسك بزاف، ما تحاولش تبقى تقارن راسك بالناس الاخرين، تبقى تشوف هذا كيهز مثلا 80 كيلو حتى انا خصني نهز 80 كيلو، هذا تيتريني بهذه الطريقه حتى انا خصني نتريني بهذه الطريقه، نسى عليك داكشي كامل تماما ما صالحش. في الاول حاول تبني واحد لا باز اللي تكون صحيحه، ما تفورسيش على راسك بزاف. سير واخا انت تكون قادر تهز تقول اكثر، قادر تدفع اكثر، ما تدفعش كتر، سير على حساب البروغرام، وكل مره زيد نغيزه، كل مره زيد شويه. هذه كيتسمى بروغريسيف اوفرلود، يعني كل مره غادي تزيد الميسكل ديالك، غادي تعمر شويه باش هكا الميسكل ديالك كيبقى غادي وكيكبر. اما الا جيتيه من الدقه الاولى وعطيتيه واحد تقول ليه هو كبير، فبطبيعه الحال الميسكل ديالك غادي يوصل لواحد البلاطو، وما غاديش تبقى قاعد تزيد اصلا تدفع اكثر من داك الشيء اللي كتدفع، غتولي تلقى مشكله وغادي تحبس الديفلوبمون ديالك، ما تقدرش تزيد ديفلوب اكثر. يعني في هذه المرحله خصنا نبنيو واحد بما يسمى عاده، يعني خصني نولف على انني نمشي لاصال مثلا على حساب البروغرام. الا قررت انني نمشي لاصال 3 ايام في السيمانه، خصني نبني عاده على انني كل سيمانه خصني نمشي 3 ايام في لاصال. مثلا قررت باش انني نمشي 2 ل 4 الجمعه، خصني نبني عاده على انني ضروري خصني نمشي 2 ل 4 الجمعه. الا ما مشيتش 2، العقل ديالي كيبغي يتسطع، الكور ديالي كيحس بشي حاجه انورمال، يعني خصني نبني عاده 2 لاصال بوين، الاربع لاصال بوين، جمعه لاصال. يعني هادشي هذا هو لوبجيكتيف ديال في هذه المرحله هذه. يعني خصك تولف راسك انك تمشي ضروري لاصال، حيت في الاول تقدر تبقى تجيك العكزات، تقدر يبقاو يجوك الاعذار، سيرتو معاك يلا غتبدا تريني، فلي ميسكل ديالك غادي يبداو يضروك بزاف، غتبدا تحس براسك شويه عيان بزاف، ولكن مع المده هادشي ما كيبقاش. يعني بغيت نقول زعما غيبدا يتقطع فيك اللحم بزاف بزاف، غادي يتقطع فيك اللحم، ولكن هادشي
غير سيمانه جوج سيمانات من بعد ما غاديش يبقى وغيولي كلشي مزيان نورمال. وثالثا واخيرا وليس اخيرا، اهم سؤال اللي هو شنو هو الهدف ديالك من هادشي كامل؟ يعني انت ليش باغي توصل؟ واش الهدف ديالك هو بناء عضلات، او الهدف ديالك هو رفع الاثقال وتصحاح، او الهدف ديالك هو بجوج بما يسمى بالباور بيلدين، يعني كدير واحد الميكس، واحد الخليط ما بين رفع الاثقال وبناء العضل وكمال الاجسام، يعني على حسب الهدف ديالك نتايا. الوغ الا كان الهدف ديالك هو رفع الاثقال او لا بناء قوه، ماشي غير بناء العضلات، ماشي كامل الاجسام ولكن تصحاح، فهنا خص البروغرام ديالك يكونوا فيه لي ريبيتيسيون قل من 5 ديال لي ريبيتيسيون، وكيكون الثقل عالي، وكتكون 3 ديال السيريات حتى ل 5 ديال السيريات غالبا، وبارفوا كثر. الا كان الهدف ديالك اساسي هو انه رفع الاثقال، فكاين دي بروغرام اللي كيكون مثلا غير سكوات كيدير فيها مثلا 10 ديال السيريات، 12 ديال السيريات مثلا، وعلى حسب كتبدا ب 5 5 3 ديال لي ريبيتيسيون، جوج حتى توصل ريبيتيسيون وحده. هنا لوبجيكتيف هو انك تصحاح في ديك الحركه سكوات، يعني لوبجيكتيف هو انك تحرك تقل اكثر في ديك الحركه. ومن بعد كيجيو دي زيكزيرسيس اللي غيعاونوك في داك على داك الاكزرسيس اللي هو السكوات. ديد ليفت نفس الشيء، البنش بريس نفس الشيء. اما الا كان الهدف ديالك هو كمال الاجسام، فهنا كنركزوا على لي ريبيتيسيون اللي كيكونوا اكثر من 10، باش هنا كنخدموا الميسكل ديالنا. يعني الهدف ديالنا هو نحط واحد لا ريزيستانس على الميسكل ديالي، وديك لا ريزيستانس خصني كل مره نزيدها واحد شويه. يعني الهدف ديالي هو انني نقلص العضله ديالي، يعني بواحد الطريقه اللي هي سمحوا لي، يعني نقلص العضله ديالي اللي هي بواحد الطريقه اللي هي صحيحه، ماشي غير نحرك الثقل من بوين ا لبوين بي، ولكن نقلص العضله ديالي بطريقه صحيحه. هنا شحال ديال الثقل كنهز ما كيهمش، يعني بغيتي كان لوبجيكتيف ديالك هو كمال الاجسام، كما كنقولوا حنا بالدارجه طلع فورما، فشحال ديال الثقل كتهز ما كيهمش تماما. اللي كيهم هو انك تقلص العضله ديالك بطريقه صحيحه، وكل مره تزيد ليها لا ريزيستانس، كل مره تزيد ليها في الثقل، يعني تزيد بشويه بشويه في الثقل، باش هكا العضله ديالك كتبقى كتكبر. اما الا كان الهدف ديالك هو دير واحد لا ميكس ما بينهم بجوج، يعني واحد الخليط ما بين القوه وكمال الاجسام، فهنا عندك بزاف ديال لو شوا. تقدر دير مثلا يومين الاولى في السيمانه على حسب الوقت اللي عندك، هادشي كامل على حسب الوقت اللي حددناه في الاول. اللي كان عندك مثلا تقدر تمشي 5 ايام، كدير مثلا يومين كتركز فيها على تمارين القوه، و3 ايام مثلا غتركز فيها على تمارين اللي مختصه في كمال الاجسام. هو الفرق بيناتهم غالبا كاين غير لي ريبيتيسيون، يعني شحال يعني في التمارين القوه لي ريبيتيسيون تيكونوا اقل من 5، في كمال الاجسام اكثر من 10 12 15 20. الا فتي 20 عاوتاني كندخل بما يسمى في قدره التحمل اللي هي لونديرونس. المهم هادشي اللي كاين اخوتي. من بعد دابا نقدر نعطيكم واحد السيت اللي تقدر تدخل ليه وتلقى فيه دي بروغرام اللي هما زوينين، وغادي نقول لكم البروغرام اللي انا غادي به، حيت انا ما عنديش الوقت بزاف